مساء الفل عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ الفيديو ده بقى معمول مخصوص للناس اللي عايزه تعمل حاجه حلوه بسرعه جدا وما تاخدش وقت في الحر اللي احنا فيه ده، وناكلها كده على طول. هي تاخد بس شويه وقت في التلاجة ونبتدي ناكلها على طول. محدش بقى قادر لا يقف في المطبخ ولا يعمل اي حاجه في الجو الحر ده. حاجه كده ساقعه ترطب في الجو الجميل اللي احنا فيه دلوقتي. هنعمل دلوقتي الكاستر بالكريم كراميل. بجد حلو جدا، اختراع هيعجبكم قوي. يلا بينا نبتدي على طول. هنا معانا 3 كوبايات من المية، هنحط عليهم 4 معالق من اللبن البودرة. ممكن نستبدل الخطوة دي ونستخدم لبن عادي. تمام. وبعدين هنحط عليهم 4 معالق من السكر. تمام. 3 كوبايات من المية عليهم 4 معالق من اللبن البودر وعليهم 4 معالق من السكر. وبعد كده هنحط عليهم باكت من الكريم كراميل. هنقلب بقى الكلام ده مع بعض وحلو قوي. طبعا احنا بنقلب دلوقتي على البارد، مش حطيناه على البوتاجاز ولا اي حاجة. تمام كده. وبعد كده ده معانا الكاستر. هننزل ب3 معالق كبار من الكاستر. زي ما قلت لكم في الاول، حابين نستبدل اللبن البودر بلبن عادي، نحط 3 كوبايات ميه 3 كوبايات سوري لبن. مفيش مشكله خالص. تمام. نقلب برضو الكاستر، كل الكلام ده على البارد حلو قوي لحد ما نلاقيهم خلاص القوام كله امتزج مع بعضه. في الخطوه دي بقى نبتدي ان احنا نرفعه على النار، ولازم ايدينا تكون فيه وهو على النار. تمام. لحد بس ما يبتدي ان هو يغلي كده معانا ونحس ان هو بدأ بقى ان هو يتقل. هوريكم القوام بتاعه بالظبط اول ما يتقل. شايفين القوام بتاعه بدأ ان هو يتقل ازاي؟ هو ده القوام اللي احنا محتاجينه. بجد ولا اسهل من كده. كده خلاص الوصفة بتاعتنا خلصت. بجد سهلة جدا، لذيذة قوي. بصوا يا جماعة، أهم حاجة عشان في ناس ممكن تعمله يبقى أتقل من كده شوية. لما بيبقى تقيل ونيجي نحطه في التلاجة فاوريدي هو بيتقل أكتر، فما بيبقاش لطيف. يعني هو كده وهو خفيف كده حلو جدا. تمام. نبتدي بقى. أنا كده خلاص بعد ما حطيته في البولات. حابين إن انتوا بقى تزينوه بأي حاجة مفيش مشكلة. حابين إن انتوا تاكلوه كده، هو كده مش محتاج أي حاجة بجد. أنا هنا زينته بشوية من الجوز هند، وبعد كده زينته بشوية. طبعا التزيين ده زي ما اتفقنا دي حاجة ترجع لكم، بس هي بجد وصفة حلوة قوي. الناس اللي مش حابة ان هي تقف في المطبخ كتير، لا انا بضمن لكم ان انتوا تعملوها وتطلع معاكم تحفة جدا. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو. لو اول مرة تشوفوا القناة ما تنسوش تعملوا سبسكرايب للقناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد. واستنوني بقى في فيديوهات جاية كتير كده سهلة وسريعة ووصفات جاية اكتر. باي باي.